السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وكل حبايبنا طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد. يلا على طول كده نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف ايه مكونات الكحك النهاردة. احنا النهاردة هنعمل الكحك الناعم يا جماعة. فهنقول كده معايا كيلو هنا من الدقيق اللي هو لجميع الأغراض، تمام؟ يعني للمخبوزات عامة. اللي هو الدقيق الحلو اللي مش بيبقى فيه عرق، تمام؟ احنا عايزين الدقيق اللي ما يقطعش معانا. دلوقتي كمان هنا معايا معلقتين من السكر، ومعايا 550 جرام من السمنة، يعني نص كيلو و50 جرام. ومعايا كمان هنا معلقتين كبار من السمسم، تمام؟ معايا رشة ملح صغيرة، وكمان كيس بيكنج باودر. ومعايا هنا كمان نص كوباية من اللبن، ونقدر نعجن بلبن صافي، بس انا هنا طبعا هضيف نص كوباية من اللبن، وهكمل الباقي مية زي ما انتم شايفين كده اهو. هنحط لها نصها مية كمان، ولو احتاجنا بعد كده هنزود بقى لبن، نزود مية الموجودة عندنا يعني. دلوقتي بقى نبتدي على طول نعجن كده مع بعض ونعمل الكحك بتاعنا. حطينا هنا معلقتين كبار من السكر، وكمان رشة الملح والسمسم، وكمان هنزل بالبيكنج باودر. كل الحاجات اللي هي النواشف دي كده مع بعض، وهنقلبها تقليبة سريعة بالشكل ده كده. وعلى طول بقى هنجيب السمنة اللي هي بناخدها على طول من العلبة، مش مقدوحة ولا حاجة، لان ده الكحك ده على البارد. لو هنعمله الكحك اللي هو زي بتاع اجدادنا زمان بقى او امهاتنا، يعني هنا كده احنا واخدين السمنة من العلبة على طول وحطينها على الدقيق. في بقى ايه، طبعا ناس تانية بتحب تعمله زي بتاع زمان كده، بتقدح السمنة الاول وتنزل بيها على الدقيق، وبعدين تقلبه بالمعلقة، واول ما بيهدى بنرجع بعد كده ايه، نبسه بايدينا. هنا بقى كده السمنة بتاعتنا زي ما قلنا باردة، بس هنبس بقى الدقيق كله كده مع السمنة لحد ما يتشرب السمنة كلها، واللي ايه كده بقى حاجة واحدة الدقيق مع السمنة. هنفضل كده نبس فيه لحد ما ينعم معانا بالشكل ده كده، لان هو ده يا جماعه سر الطعم الحلو بتاع الكحكايه. ولما بنلاقيها ناعمه بقنا كده واحنا بناكلها، بيبقى كله جاي من ان احنا نبسه كده مع بعض كويس قوي. لازما البس ده مع بعضيه اهو. ندعك كده الدقيق كويس مع السمنه، واول ما ينعم كده ويبقى حاجه واحده بالطريقه دي، هننزل على طول باللبن اللي احنا عملناه مع الميه. هنا اهو اللبن اللي احنا حطيناه نص لبن ونص ميه، الكوبايه بتاعتنا نزلنا بيها كده. دلوقتي بقى كمان هنشوف بقى الدقيق بتاعنا هيقبل سوائل قد ايه. انتوا عارفين ان في دقيق بيقبل السوائل، وفي دقيق مش بياخد سوائل كتير. فهنا هنشوف هنخلص الكوبايه وهنحتاج عليها كمان قد ايه سوائل. زي ما انتوا شايفين كده انا بلم يا جماعه هنا، مش بعجن، انا بس بلم الدقيق بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين بالماده اللي هي السايله بتاعتنا اللي هو اللبن والميه. بنلم كده من تحت لفوق يا جماعه، مش عايزين نعجنها كتير عشان ما تعملش معانا عرق. انا هنا بصوابعي اهو، بقول لكم بصوابعي بس بلم بيها كده من تحت لفوق بالشكل ده لحد ما تتكون معايا عجينه حلوه كده نقدر نشكلها. بصوا احنا هنا كده بنعمل لها اختبار، لو لقيناها شققت بنلفها كده شققت معانا، يبقى محتاجه شويه ميه صغيرين زي ما انتم شفتوا دلوقتي اهو. وهنرجع نعجنها تاني لحد ما تبقى معانا عجينه مظبوطه بالشكل ده كده. هي دلوقتي كده هي بقت معايا كويسه، خدت كوبايه بتاعه اللبن وكمان ربع كوبايه من الميه. هنا انا بوريكم العجينه بنقطعها بسهوله جدا، ما فيهاش عرق، لان العرق ده لو موجود في العجينه يا جماعه يبقى مش هيطلع الكحك معانا مظبوط. هنا اهو بصوا مش بتشقق مني كده، بقت مظبوطه. وبنيجي نقطع العجينه كده بتتقطع معانا بسهوله، مش بتطلع كده بتشد معانا، ملهاش عرق خالص اهي. وهنجربها كمان بالبصامه. بصوا العجينه ما شاء الله تتاكل وهي نيه، مظبوطه جدا. هنروح بقى دلوقتي كده ناخد الكحك بتاعنا ونقعد بقى كده ايه، مش هنعمل واحنا واقفين، فلازم نقعد كده عشان نخلص براحتنا. اهو جهزت بقى طبق اللي احنا كنا حاطين فيه السمنه بتاعه الكحك وكده، عشان هنعمل فيه الملبن اهو. حطينا معلقه من السمن، وهنا كده حطيت كميه الملبن اللي عندي، وحطيت كمان عليها معلقتين كبار من السمسم، وهفركهم كده ببعض اعجنهم يعني. وكمان عندنا شويه مكسرات كانوا موجودين عندي هحطهم معاهم
لوز، بندق، عن جمل، الموجود يعني تمام. مش موجودين خلاص هنستغنى عنهم، بس دول كانوا شويه صغيرين عندي فقلت ايه احطهم معاهم بالمره، بيبقى طعمهم حلو كده. هم شويه صغيرين كانوا موجودين كده فهقلبهم ايه مع الملبن، كسرهم عليهم كده وهنعجنهم مع بعض تاني ونبتدي بقى ايه نكوره ونخليه جاهز معانا للحشو بالشكل ده كده اهو. وكده بقى تمام اهو جاهز معايا. هكوره بقى كور صغيره بالشكل ده. وهبتدي بقى على طول دلوقتي هاخد العجين وهجوفها كده من النص، يعني اعمل فيها فتحه بسيطه واحط قطعه الملبن وبعدين الفها على طول، وهتبقى بالشكل ده معايا. وعلى الصينيه وبالبصامه بتاع الكحك او باي شكل بقى احنا عايزين نشكلها يعني هنشكلها اهو. بصوا تاني واحده اهي بعملها برضو من النص كده وبحط جواها الملبن وبكورها وعلى طول على الصينيه اهو. وبالبصامه وهنبصمهم كده البصامه اللي هي بتاعت الكحك بالشكل ده، جميله جدا ما شاء الله. والعجينه ممتازه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. هنخلصها على طول على طول يعني ما شاء الله، ما خدوش وقت معانا. ولو عندك كميه كبيره برضو على طول كده هتخلصيها وانتي قاعده اهو. هنبتدي بقى نملى الصينيه كلها، وببقى مشغله الفرن عندي ومسخناه قبل ما ابتدي اعجن، لان انا هنا مش بسيبه يتخمر. انا كنت عاملاه بالبيكنج باودر، فعلى طول اللي كنت بشكله واملاه بالصينيه كنت بدخله على طول اسويه في الفرن. فلازم انا ابقى مسخنه الفرن اول ما هبتدي اعمل الكحك، اولع الفرن واخليه يسخن ويبقى جاهز معايا للكحك يعني والتسويه وكده. هنا بقى شكل تاني عملته، كان عامل زي شكل ورقه الشجره كده اهو، بشكلها بالمعلقه. الافكار بقى في دماغك على قد ما تقدري، يعني مثلا ايه شوفي ايه الفكره اللي هتيجي في دماغك بالنسبه للتشكيل واعمليها اهو بالشكل ده كده، اللي هي الشكل العادي بتاع ورقه الشجره. شكله حلو قوي حتى بعد التسويه يعني، بيبقى ده الشكل بتاعها اهو. وكمان النقشه اللي هي العاديه بتاعتنا اهي، دي اللي هي بتبقى متكوره كده اهو، بدل ما بعملها بالبصامه عملتها بالمنقاش بالشكل ده. اي شكل بقى يعني اي تشكيل يجي في دماغنا بنشكل. شكلهم حلو قوي زي ما انتم شايفين. كل سنة وكلكم طيبين بقى إن شاء الله، وتعد علينا وعليكم الأيام بخير. ودي شكل الصواني. بصوا بقى بعد ما بنملى الصينية كده شكلهم حلو قوي يا جماعة أهو. دي كانت صينية تانية. والعجينة لما بتقعد ترتاح شوية معاكي بقى وانت بتشكلي كده بتلاقي ما شاء الله تبتدي بقى الشكل بتاعها بيظهر كده زي ما انتم شايفين. وشايفين طبعا البصمة بتاعتها عاملة ازاي عليها، وزي ما هندخلها في الفرن هتطلع بنفس الشكل. وده دليل ان العجينه بتاعتكم مظبوطه، والدقيق كان حلو يعني نوع الدقيق كويس، والعجين كان مظبوط عشان يطلع الشكل ده معاكم كده. يبقى انتوا كده ماشيين صح في الخطوات اللي عملتوها في العجين. نعملوها بنفس الترتيب كده وبنفس ما عملنا باذن الله تطلع معاكم الطريقه ما شاء الله. حتى بعد التسويه اهو النقشه بتاعتها مظبوطه عليها، ما راحتش منها ولا حاجه عشان كنا عاملينها كويس اهو. بصوا ما شاء الله البصمه بتاعتها عامله ازاي عليها. وده الشكل النهائي للكحك. بصوا بقى من جوه، ده اللي احنا حشيناه بالملبن اهو. دي ساده ما شاء الله جميله جدا. بصوا العجينه بقى بعد ما استوت الكحكايه عامله ازاي، دايبه دوب ما شاء الله. دي برضو اللي هي المحشيه والمكسرات باينه جوه قلبها. بصوا يعني ما شاء الله جميله جدا. حتى الطعم والله يا جماعه كان حكايه. بصوا هايشه كده وخفيفه، ما دخلتش زي ما دخلت كده اهو طلعناها، لا تخنت ولا زادت ولا فرشت. بصوا زي ما هي.
وده كده كان الكحك الناعم بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم بالشكل الجميل التحفه اللي انتم شايفينه ده. كان سهل وبسيط كده، عملناه على طول على طول. يا رب بقى كده يكون عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش بقى تقولوا لنا رايكم كده في الكومنتات، ولو عايزين اي وصفات تانية باذن الله قولوا لي برضو وان شاء الله نعملها. تمام. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وكلكم طيبين، مع الف سلامه.